السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل بودرة تحفة في التنظيف وفي ازالة البقع وفي ازالة الدهون من البوتاجاز، من السيراميك، من الملابس، من كل حاجة. يعني ارمي كل المنظفات اللي عندك وخليكي في المنظف ده. حاجة تحفة كده، حاجة جايلك من الاخر. هنقولك مكوناتها، بس الاول نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو عجبك الفيديو كالعاده تعملي لايك وشير واشتراك في القناه وفعلي زر يوصلك مني كل جديد فضلا وليس امرا. مكوناتها عباره عن كوبايه من المسحوق، اي مسحوق انتي بتستخدميه. كوبايه من المسحوق هنحط عليها معلقتين من الكربوناتو. طبعا انت عارفه الكربوناتو في ازاله البقع والدهون عامل ازاي. ملح ليمون طبعا، وده المنتج الجديد اللي هو الكلوركس البودر. كلوركس بودر هتحطيه مع المجموعه. كمان هنحط معلقه بقى، دي المفاجاه، معلقه سكر. معلقه سكر تحفه في التنظيف، في التنظيفات حاجه كده هوت. مش هقول لك رغوه، اولا احنا عارفين كلنا السكر بيساعد على الرغوه، لكن الجديد بقى ان هو اقوى منظف من اي حاجه تانية. حطيه كده في الغساله وانت بتغسلي، عندك غسيل في بقع، في اتساخات، في كان مني، حطي له معلقه وشوفي النظافه. معلقه سكر في الغساله وشوفي النظافه هتبقى عاليه ازاي. كده ده احنا كده قلبنا المكونات كلها مع بعضيها. مكونات سهله وبسيطه وموجوده ان شاء الله في كل حته. ممكن تاخدي المجموعه دي كده اهوت وتحطيه على كيس، من هو كيس الاوكس ابو 25 الكربونات والملح الليمون وكيس الكلوركس، هيخلي لك الغسيل ابيض تحفه، ابيض ناصع البياض. كمان هحطي على الفرن البوتاجاز، لو عندك اتساخات في الفرن، عندك اتساخات على البوتاجاز من فوق، حطي رشي كده حبه وكوبايه ميه سخنه او حبه ميه سخنين معاهم وشوفي النظافه عامله ازاي. كده الفيديو بتاعنا خلص. هو بسيط وخفيف، ويا رب يكون عجبك ونرضاكي واستحسانك. لو وصلتي بقى معايا لغايه كده ما تنسينيش في اللايك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.